اهلا بكم مره ثانيه، وبنستقبل ضيفي الاستاذ نادر عزت المتحدث باسم جبهه اراده شعب مصر. اهلا وسهلا استاذ نادر. الاستاذ نادر هيجي معاه وثائق خطيره جدا عن حركه 6 ابريل وعن تمويلها وراحوا فين وجم منين. طبعا يا ريت تركزوا في الحلقه دي قوي لانها حلقه مهمه جدا، هتبين لنا ايه هي 6 ابريل وبتعمل ايه النهارده وبتاخد تمويلات منين وبتشتغل ازاي والتوجيهات بتاخدها لمين. استاذ نادر، الاول برحب بيك مره ثانيه، لكن قول لي الدلائل اللي بتؤكد ان 6 ابريل بقى احد اعمده الطابور الخامس. يعني احب ابدا كلامي يا باشمهندس حمدي بتصريح مهم جدا للجنرال عموس يادلين رئيس جهاز المخابرات العسكريه اليهوديه. قال ايه؟ قال اخترقنا مصر بما يعجز اي نظام بعد مبارك من خلال منظمات المجتمع المدني الممول من الولايات المتحده الامريكيه. وده تصريح مهم جدا جدا من شخصيه معروفه. عاوزين نعرف الناس يعني ايه الطابور الخامس، لان في ناس بتقابلني كتير في الشارع وبتسالني، وفي ناس بتقابل حضرتك اكيد وبتسالك على حاجه زي كده. لما بننزل فعاليات اما بننزل فعاليات او حاجه اللي عملته المانيا. لا بص انا هقول لحضرتك على حاجه. الطابور الخامس هو تعبير ظهر للمره الاولى اثناء الحرب الاهليه الاسبانيه عام 1936، اذ كانت القوات الزاحفه على مدريد تتكون من 4 توابير، بينما كان هناك طابور خامس يعمل خلف خطوط العدو لأداء مهام بعينها لصالح الطرف الآخر. وترسخ هذا المعنى أثناء الحرب الباردة، حيث أصبح يطلق على الجواسيس والعملاء، ويستخدم هذا المصطلح في الأوساط السياسية والعسكرية، ويقصد به العملاء. وكان عملوا هتلر الطابور الخامس ده على الجواسيس اللي كان بيبعتهم الدول. عندك بقى تحالف دولي لتنفيذ مخطط الطابور الخامس في مصر. الولايات المتحدة الأمريكية هي صانع القرار، إسرائيل المخطط والممهد لكل الأزمات والمستفيد الأساسي. عندك تركيا المكان الذي تنظم فيه المؤتمرات والمعاون الأساسي في تدمير الجيوش العربية. عندك قطر الممول الأساسي للتحالف ولقناة الجزيرة الإخبارية العميلة والبلد الآمن للإخوان حال فشل الخطة. عندك الخطة دي داخل الاجنده الامريكيه يا باشمهندس حمدي. داخل الاجنده الامريكيه. داخل الاجنده. الخطه دي فيها ايه بقى يا باشمهندس حمدي؟ مين اللي بينفذ الخطه دي الاول؟ الاخوان المسلمين و6 ابريل جبهه احمد ماهر. فيها ايه الخطه دي بقى؟ 6 ابريل جبهه احمد ماهر. جبهه احمد ماهر. الخطه دي فيها كالاتي: هدم الجيش، تفتيت الشرطه، التوغل في الازهر والاعلام والمخابرات والقضاء، وقتل الهوية والانتماء والسيطرة فكريا على الشباب. هي دي الخطة بتاعت أمريكا. نعم. حضرتك بقى إيه أسماء المنظمات بقى اللي بتمول الأول، اللي بتمول 6 إبريل. وبهدف إيه بتمولها ليه والهدف إيه؟ أسماء المنظمات الراعية. 1. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. نعم. 2. منظمة التحالف من أجل حركة الشباب العالمية. 3. منظمة موفمنتس. 4. فريدوم هاوس. 5. كنفاس. 6. المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي المنبثقان عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحده الامريكيه. انت جبت المنظمات دي كلها منين؟ ما انا اكيد ما في التفاصيل يعني هقول لحضرتك بس كده يعني. لا في التفاصيل هقول لحضرتك كل حاجه. المنظمه الحقوقيه غير الربحيه المتمركزه في واشنطن ما بين قوسين بيت الحريه. نعم. 8. كل المنظمات دي يا استاذ حمدي دعمت 4 حركات: حركة أوتوبور الصربية، حركة كامارا الجورجية، حركة أوبرونا الروسية، وحركة 6 إبريل المصرية. المنظمات دي كلها 4 حركات منهم يعني حركة 6 إبريل. يعني فريدم هاوس دي دعمت 6 إبريل وما دعمتش 6 إبريل بس، وأوتوبور الصربية لأن في حصل الثورة في صربيا. في صربيا حاجة زي كده في صربيا. تعمل هذه المنظمات تحت رعاية الحكومة الأمريكية وتحت غطاء إعلامي من البي بي سي والCNN والجزيرة. ينفع. حيث قام كل من رئيس مجلس إدارة الطابور الخامس المصري. حضرتك عارفه؟ هو مين؟ قول لي بقى، محمد صلاح ولا محمد عادل ولا؟ لا هو أخطر من كده. هو راجل بيجي كده يقعد يومين ويهرب. أحمد صلاح؟ لا
الدكتور محمد البلدي. الدكتور البلدي. ده رئيس مجلس اداره الطابور الخامس في مصر. والله فكره حلوه قوي. رئيس مجلس ده رئيس مجلس ده رئيس مجلس اداره الطابور الخامس. رئيس مجلس اداره الطابور الخامس مصر. وسخروف وبيسكي ومارك اليهودي وداستين موسوكيفيتش وسيرجي بيرن وجارد كوهين وجيمس جلاسمان بتسهيل العلاقات بين حركة 6 إبريل وهذه المنظمات. ولقد خصصوا 75 مليون دولار عام 2009 لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية. 75 مليون دولار عام 2009 لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد. نعم. وفي عام 2012 أعلنت السفيرة الأمريكية أن باترسون بمجلس الشيوخ أن 600 منظمة مصرية، والكلام ده مهم جدا، أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية، وأن بلادها قدمت 40 مليون دولار خلال 5 أشهر الأولى في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012. يعني 600 منظمه هم ما ادولهمش كلهم، لا اكيد ادوا العدد، هم نقوا يعني الاربعه قوي يعني. خدوا 40 مليون دولار 40 مليون دولار في خلال الاشهر الاخيره من عام 2011 الى الاشهر الاولى من عام 2012، يعني في خلال 4 شهور او 5 شهور. كيف تشكلت حركه 6 ابريل؟ بعد اجتماع بين جيمس جلاسمان وهو مسؤول امريكي يهودي في وزاره الخارجيه الامريكيه. ده بالهداوه تشكلت 6 ابريل 2008. يعني ده مش بقرار مصري؟ لا توجهات مصريه؟ لا خالص. هي توجهات من رئيس مجلس اداره الطابور الخامس داخل فيها اللي هو محمد البرادعي. كان حصل اجتماع بين جيمس جلاسمان وهو مسؤول امريكي يهودي في وزاره الخارجيه الامريكيه وناشطون سياسيون مصريون في الجامعه الامريكيه في القاهره يوم 12 يناير 2008. جايب لك اليوم 12 يناير 2008. وحينها كان جلاسمان. انا عايز حد من 6 ابريل لو شايفنا يكذب الكلام ده او يطلع يقول لنا الكلام ده غلط. وحينها كان جلاسمان يشغل منصب يطلقون. واحنا على فكره الساده المشاهدين، احنا طلبنا عدد كبير من 6 ابريل ونشطاء 6 ابريل انهم يحضروا معانا الحلقه دي، ولكن بالكامل كلهم لما يعرفوا ان انا اللي بقدم البرنامج كانوا بيعتذروا. هو لازم يعتذر. يطلقون عليه وكيل الوزاره للدبلوماسيه العامه والشؤون العامه في الحكومه الامريكيه اللي هو جلاسمان ده. بعدها باقل من شهرين قام كل من جيمس جلاسمان وجارد كوهين عمل تحالف مع اسماء وشركات امريكيه تقع تحت سيطره لجنه الدفاع اليهودي مثل فيسبوك وجوجل وتويتر برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، وأسسوا منظمة تسمى التحالف من أجل حركة الشباب، وهي منظمة تحظى برعاية وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكي. طب نقل على الملف الأسود بقى بتاع أعضاء 6 إبريل علشان عايزين نعرض الفيديو بتاع محمد عادل يا شباب الأول. محمد عادل ده الملف الاسود الاول اللي عندك معلومات في الملف الاسود. طبعا فيديو مهم جدا واهم فيديو. يا ريت يا جماعه عايزين الفيديو بتاع محمد عادل اللي هو طالع في وثائق ويكيليكس. طيب يعني الملف بتاع حركه 6 ابريل الملف الاسود بتاعها فيها ايه؟ فيها عماله. طب يلا نعرضه يا جماعه. طيب الملف نشوف الفيديو طيب الاول وبعدين نتكلم. علق لنا عليه يا استاذ نادر. ده القبضه بتاعه علامه 6 ابريل. ده اللي عمل القبضه دي. اول واحد صنعها هو مائير كهانه في منظمه الدفاع اليهودي. ده مين؟ ده محمد عادل. ده محمد عادل. ده محمد عادل الناس بس. لا ده محمد عادل ينقل اخبار مصر المخابرات. ده محمد عادل. بص يا استاذ حمدي. لا علق لي على النماذج كده. موقع ويكيليكس ينشر مراسلات سريه. محمد عادل يتعاون مع المخابرات الامريكيه التي كانت تتعامل معه تحت ستار منظمات ثوريه ومعاهد تعليميه. لا ما تقراش من هنا يا راجل. علق لي على اللي مكتوب هنا.
يوم الاثنين 27 فبراير الموافق 27 فبراير 2012 بدأت ويكيليكس بالهدايا يا جماعه، ما تنقلش للمخابرات العالميه. نعم. للمخابرات العالميه تم نشر اكثر من 5 ملايين رساله من البريد الالكتروني لشركه ستراتفورد مقر المخابرات العالميه بولايه تكساس. تاريخ الرسائل تاريخ الرسائل بين يوليو 2004 واواخر ديسمبر 2011. محمد عادل كان يتعاون مع المخابرات الأمريكية التي كانت تتعامل معه تحت ستار منظمات ثورية ومعاهد تعليمية ومنظمات مجتمع مدني. مؤسسة ستراتفورد التي تعمل كواجهة. الفيديو وقف طلع ليه؟ طب أنا عايزك تعلق لي على اللي موجود، مش عايز تقرا من هنا. ما هو اللي مكتوب في الفيديو هو اللي مكتوب. ما بيتقالش، تابع معاهم عشان الناس، عشان الجمهور معانا والمشاهدين. مركز دراسات حرب اللاعنف الصربي كنفاس، وهو أيضا إحدى الشبكات الاستخباراتية التي تدرب المتعاونين أمثال محمد عادل على كيفية هدم الدولة. فبتاريخ 10 فبراير 2011 أرسل أحد المسؤولين بستراتفورد رسالة إلكترونية إلى بعض المسؤولين في كنفاس ليسألهم عن حقيقة تنحي مبارك، هل هي إشاعة أم حقيقة؟ نعم. اتفضل. إيه اللي بيريح؟ فقد أرسل محمد عادل من البريد الإلكتروني. محمد عادل فقد أرسل سيرجي بوبوفيتش مؤسس مركز دراسات حروب اللاعنف بصربية من البريد الإلكتروني إلى محمد عادل ليتأكد من موضوع حقيقة التنحي، وبناء عليه رد محمد عادل على سيرجي يخبره أي لقد انتهى الأمر، نجحنا، يعني نجحنا إن مبارك تنحى. طب ما هو كان تنحى، طب يعني دي ما فيهاش لها تجسس ولا حاجة يعني. لا، ما أنت تشوف باقي الفيديو. طيب ورينا الفيديو يا جماعة. شوف باقي الفيديو. كمل كده. الايميل بتاع محمد عادل هو كاتبه اهوت. كمل. طيب يا جماعة شوف الفيديو بقى. ده ايميل محمد عادل. ده الايميل الشخصي بتاع محمد عادل. طيب انا ده اللي راسل منه الناس. لا، ما يقول ايه؟ وكان النصر الرسالة كانت، لا هات قبليها ارجع تاني ورا شوية. ارجع اللي قبلها على طول. ده الايميل بتاع محمد عادل اللي بيراسل منه حد من منظمة كنفاس. طب ايه المشكلة؟ ما هو ده في 2011. هنتكلم على 2007 ايه اللي حصل. طب قول 2007 ايه اللي حصل. طيب دي حصلت، بعت رسالة. بتقول ايه؟ بتقول كالتالي. انا اقرا من هنا افضل. قول لنا نص الرسالة اللي بعتها. دي نص الرسالة بالانجلش. هتترجم بالعربي دلوقتي. الترجمة بتاعها بالعربي تحت. في الاخر. دي رايحة لمين؟ محمد عادل بعتها لمين؟ لا، مش محمد. يوم 7 فبراير 2011 ارسل احد المسؤولين في كنفاس رسالة الكترونية الى داليا زيادة ومحمد عادل لسؤالهم عن تفاصيل الاوضاع في مصر. تفاصيل الاوضاع في مصر. تفاصيل الاوضاع في مصر. فهم بيرز ايه؟ ده هم كده كنفاس. هم كده بيرسلوه، بيكتبوا الرساله هنا بقى. اعزائي داليا ومحمد، اصدقائنا حول العالم الذين كانوا من البدايه معنا في هذا الصراع يتابعون الاوضاع في مصر باهتمام بالغ لمعرفه ما هو دور الحركات الشبابيه وخاصه دوركم انتم اصدقائنا في 6 ابريل. ده مين اللي بعد؟ ده مسؤول في كنفاس. دي منظمه اللي بتدرب 6 ابريل. حيث انكم صوت للعلمانيه والليبراليه. صاحبها مين بقى ورئيسها مين؟ هقول لك حاضر. العلمانيه والليبراليه والتقدميه ومسؤولين في الحكومه الامريكيه سيسعدهم ان تشاركوا في صناعه القرار في مصر. هناك مجموعه من الاسئله نرجو الرد عليها لتساعدونا فيها في فهم الاوضاع بشكل افضل. نمره 1 يهمنا معرفته هو كيف يدور محاورات كيف يدور محاورات تنظيم الإخوان مع عمر سليمان، وهل هي بعيدة عن البرادعي و6 ابريل. هم عاوزين يعرفوا الإخوان قاعدين بيعملوا ايه مع البرادعي و6 ابريل، الإخوان بيعملوا ايه مع عمر سليمان. نمرة 2 هل أخذوا المبادرة في المفاوضات لإبعاد أصدقائنا الآخرين أم تم عقد جلستين متواصلة للأحزاب المختلفة. نعم.
هل لديك أي توضيح عن دور قادة 6 إبريل في هذه المرحلة الانتقالية الحالية؟ سؤال رقم 4. هل 6 إبريل يشعرون أنه تم تنحيتهم بواسطة تنظيم الإخوان الذين يحاولون قيادة المفاوضات وعدم الموافقة على ما تريد 6 إبريل؟ رقم 5. ما هي المفاوضات التي شاركت فيها حركة 6 إبريل ومع من تمت تلك المفاوضات وما موقفهم من تلك المفاوضات؟ وهل سيشاركون في تغييرات الدستور في المستقبل؟ نحن نحاول الآن فهم ما يدور من خلافات بين جميع الفصائل. هل يمكننا الحديث عبر سكايب؟ في 8 فبراير 2011 بقى، ده في 8 ده في 2007 ده في لا ده في 2011 يوم 7 مع عمر سليمان يوم 7 يوم 7 يوم 8 بقى محمد عادل كان في التحرير فرد عليه يوم 8 بقى في وقت في 8 فبراير ارسل محمد عادل الى سيرجي بوبوفيتش وبعض المسؤولين في كنفاس رد على رسالتهم والاسئله المطلوبه. قال ايه بقى؟ قال ايه؟ قول لنا. ايوه وكانت الرساله اعتذر اطلع خش على العربي على طول شويه. ماشي 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 ماشي. دي رسالة محمد عادل برد على الرسالة اللي هم بعتوها. يوم 8 فبراير 2011. تمام. اعتذر عن التأخير في الرد لأنني كنت في التحرير لمدة يومين دون أي اتصال بالإنترنت، ومن البداية ونحن نعلم أن دعوة عمر سليمان للحوار هي مجرد وجهة إعلامية، ورفضنا الدعوة بمجرد إعلانها، وقبل تنظيم الإخوان المسلمين الدعوة للحوار حتى يتم قبولها كحزب سياسي. يعني الإخوان قبلوا من عمر سليمان الحوار عشان صفقة، يعني كانوا طلبوا بيه صفقة كحزب سياسي بدلا من جماعة محظورة. وقد أخبرني أصدقائي الإخوان أنهم يريدون إقناع الناس بأن دعوة عمر سليمان للحوار هي دعوة مزيفة وغير حقيقية، وأنهم توقفوا عن الحوار مع عمر سليمان حيث أنه لم يقدم أي ضمانات لتنفيذ ما تم الإعلان عنه. وقالت حملة دعم البلدعي اللي هي جمعية وطنية للتغيير سابقا نفت ما قاله الإخوان وقالوا أنهم لن يجلسوا على مائدة حوار مع عمر سليمان بعد ذلك. لكن البلدعي نفسه لم يتلقى أي دعوة للحوار مع عمر سليمان، ولكن كانت الدعوة موجهة لقادة حملته. وقال عادل أنها دعوة مزيفة كما قلت في البداية، وبمجرد تلقيها رفضتها 6 إبريل، وكرد فعل من النظام تم اقتحام. شوف بقى بيقول له إيه؟ تم اقتحام عدة مراكز ندير فيها أعمالنا في 4 محافظات: القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة. وتم اقتحام مركز هشام مبارك والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو المركز الرئيسي الذي ندير فيه أعمالنا في القاهرة. وتم القبض على حوالي 30 ناشط وصحفي وحقوقي من هذه المراكز، وتم التحفظ على أجهزة الكمبيوتر والهواتف و6 لابتوب وأجهزة موبايلات والكاميرات التي نصور بها. تمام. نحن الآن نحاول تطوير الوضع في الشارع. ما هو بيوصف له الحالة بالظبط. بيوصف له الحالة، ما هو جاسوس بقى بيدي شرح كامل. واقتحموا مكتبنا نحن طبعا الناس كلها عارفه المركز الحقوق الاقتصادية والسياسية ده بتاع مين يعني. نحن الآن نحاول تطوير الوضع في الشارع. يحاول نظام إعلام ميدان التحرير كساحب بارك. ارجع لتصريح الفريق شفيق أما قال احنا عاوزين نعمل كساحب بارك التظاهر، ويحاول بعض النشطاء منع تنفيذ ذلك ويقولون علينا البقاء داخل الميدان فقط. ويقول محمد عادل للمسؤولين في كنفاس: إذا كان لديكم أي أفكار لتطور أو لتطوير الأوضاع نرجو أن تخبرونا بها، فنحن الآن نتعامل مع عقل جديد في هذا النظام داخل القصر هو عمر سليمان. ويكمل: في الميدان التحرير هناك كل الأحزاب وكل ما بيوصف له الحالة بالظبط بقى. في الميدان التحرير هناك كل الأحزاب وكل الأطياف، ويمثل تنظيم الإخوان 30% فقط من المتواجدين في الميدان. وأخبرني مرشد الإخوان أن شبابهم يريدون المشاركة في تطوير الأوضاع. وبالنسبة للدستور
فبالتاكيد سنشاهد يعني هو بيتقابل مع مرشد الاخوان. طبعا علاقه وطيده، ما هي خطه اجنده كلهم. وبالنسبه للدستور فبالتاكيد ستشارك 6 ابريل في الاجتماعات المخصصه لتغييره، كما انضممنا بالفعل الاجتماعات لتنفيذ بعض القوانين والانتخابات. تحدثت اليوم مع عضو اخواني وسيرسلون. واقف يا جماعه، واقف شويه. اطلع. طيب كمل على ما يظبط. تحدثت اليوم مع عضو اخواني وسيرسلون لي بعض الاوراق لقراءتها ومراجعتها. ما زالت المناقشات. طيب يعني احنا نطلع من الفيديو دوت ان هو بيتعامل وبيوصف الوضع في مصر طبعا تماما طبعا لامريكا وفقا لوثائق منظمات المجتمع المدني اللي هو بيتعامل معاها، اللي هي مجنداه وبتصرف عليه. طيب يعني بتصرف عليه. احنا هل في اي يعني غير الكلام اللي هو فيه خدوا 75 مليون جنيه، هل في اي اوراق تؤكد ان حركه 6 ابريل تلقت تمويل فعلا؟ بمعنى يعني اقرار من الجهه، اقرار من محمد عادل ان هم بيصرفوا منين، بيعملوا منين؟ لا عمرهم. بص انا هقول لحضرتك يا استاذ حمدي، عمر الحرام لما يجي يسرق عمره ما هيبين حاجه. لا مفيش كله. بس انا بوعد حضرتك قدام ان انا هجيب لك حاجات مهمه جدا، وثيقه على 6 ابريل كلها. الشيكات باذن الله. انا مش عاوز بس الشيكات اللي بياخدوها يعني ان شاء الله باذن واحد. على فكره احنا هنقدم طلب للمحكمه لمراجعه الشركه اللي عاملها احمد ماهر اللي هو شغال فيها مدير تنفيذي شركه 2 محامين. ده الورق بتاعي معايا بس انا ما لحقتش اجيبه، هنقدمه في المحكمه ان شاء الله. 2 محامين ابتدائي عملوا شركه ب 5000 جنيه، وجابوا المهندس احمد ماهر مدير مالي، مش عارف مهندس ايه علاقته بالاداره الماليه، وجابوا احمد صلاح هو مؤسس 6 ابريل مدير تنفيذي. الاثنين لهم حق التعامل والتحويل لحساب الشركه الوهميه دي. الاثنين محامين ابتدائي اللي راس مالها 5000 جنيه. هنشوف كل التحويلات اللي جات لها ان شاء الله قريبا. هتشوفوا مفاجآت كتير قوي. بس انا جايب شيك على اسماء يا استاذ حمدي. في وثيقه هنا بتثبت ان اسماء محفوظ بتتقاضى $2000 شهريا. ورينا كده صوره الشيك بتاع اسماء محفوظ. طيب يعني على ما يطلع الشيك. وقالت اسماء محفوظ كمان، انا كنت فاكر الفيديو يقول لي هطلع لي الشيك بسرعه عشان نطلع على الفيديو اللي صرحت فيه اسماء محفوظ ان ثوره 25 يناير بانها ضد الدعوه لثوره 25 يناير. فعلا. فبدات هو ده الشيك. ده الشيك بتاع اسماء محفوظ. ده امريكيه ولا منين؟ لا ما دي جهه اسرائيليه. دي بتؤكد ان اسماء محفوظ بتتقاضى $2000 شهريا من احدى الجهات الاسرائيليه من اجل الفوضى الخلاقه والحديث دائما عن الجيش والشرطه. دي على مسؤوليتك الكلام؟ دي على مسؤوليتي الكلام ده. اقول لك مكتوب في الشيك ايه كمان. قسم ايه؟ المعلومات الشخصيه، اسم العائله النجار، الاسم الاول اسماء، الاسم الاوسط محفوظ عبد الحليم، تاريخ الميلاد 1/2/85. انتوا بتنقلوا يا جماعه ما تخلي يا ريت تخلي الشيك وتقرب عليه شويه. تاريخ الميلاد 1/2/85 1985. الرمز البريدي 11772 ومكتوب الايميل بتاعها. عضو منتسب. اسم الجامعه او الكليه كليه التجاره. الخبرات الوظيفيه اداره الاعمال والعلوم السياسيه. يعني الفلوس كانت بتروح لها على الكليه؟ لا مش على الكليه، ده داتا عنها. لازم تكتب الداتا بتاعتها. الوظيفه نشاطه سياسيه. الراتب $2000. القسم سي معلومات عامه. بدء العضويه في 26/10/2011. 26/10 يعني بعد الثوره بيوم. طب الفيديو بتاع اسماء محفوظ يا جماعه لو جاهز يا ريت. يعني خلاص الوثيقه اقلب على الفيديو. انت قلت انها بتقول فيه ايه يا استاذ؟ هي بتقول ادعو الناس على عدم نزول التظاهر لانه قد يحدث فوضى عارمه وبعد نجاح فوضى عارمه، لان كان قبلها حدث انفجار الكنيسه وهي كانت هناك. هي نزلت بمظاهره هناك.
في الكنيسه اللي انفجرت هناك. الانفجارات اللي حصلت في الكنيسه نزلت يا هناك. جماعه والفيديو فين؟ فيديو مهم جدا. ايوه هو ده الفيديو. علي الصوت شويه، مفيش صوت. لازم كلنا ننزل مظاهره مليونيه. المظاهره المليونيه دي مش هتغير حاجه في الشارع. المظاهره المليونيه دي هتخلق فوضى. انا عارفه ان انتوا ممكن تتصدموا ان انا بقول الكلام ده، بس هو ده اللي هيحصل. في الحادثه بتاعت الاسكندريه بتاعت الكنيسه، لما كل الناس نزلت وانا نزلت مظاهرات ولقيت الناس ما عندهاش حتى ثقافه الاحتجاج، نازلين عاملين بيكسروا وبيضربوا في بعض، والعساكر بتضرب في الناس والناس بتضرب في العساكر، وبقت حاله مأساويه. دي فوضى. هو مش 6 ابريل اللي عاملاها، هو بمنتهى البساطه. يعني انا هجيب لك الاول جمله من الاخر وبعدين اقول لك ايه الحكايه من اولها لاخرها. لا انا عشان لازم اسالك، عشان انتوا بتتدربوا على قلب نظام الحكم. طبعا. قبل الثوره ما كنتش عارف اي حاجه خالص عن حاجه اسمها الاخوان المسلمين، اكتر من الكلام اللي بيتقال في التلفزيون ان هم جماعه ارهابيه. في خلال الثوره شفت ناس منظمه جدا، محترمين جدا، عندهم فكر رائع، بيساعدوا الناس، محدش فيهم بيقول احنا اخوان مسلمين. بس بقيت لما باجي بسال سواء على الشباب او البنات مين الناس المحترمه دي، ناس ردت عليا قالوا لي هم دول الاخوان المسلمين. بنوطي الصوت ليه؟ قطعنا الصوت ليه كده يعني؟ اتفضل يا استاذ. انا عاوز اتكلم شويه عن اسماء محفوظ. اتكلم. هي المتحدثه السابقه باسم 6 ابريل، واهم شخصيه في 6 ابريل. بعد احمد ماهر تم تدريب اسماء محفوظ على يد سخروف اليهودي، وهو عالم منشق عن بلادي الاتحاد السوفيتي، وكان ينادي بحريه اكثر اليهود، وقد استخدمته الولايات المتحده الامريكيه في تجنيد الشباب المصري بمساعده محمد البرادعي. ومن المفارقات انه تم ترشيح اسماء محفوظ ثم اعطائها جائزه العالم اليهودي سخروف بقيمه 50,000 يورو، وكان يسهل سبل سفرها إلى بولندا وصربيا. 50,000 يورو. 50,000 يورو دي جايزة من سخروف. دي جايزة بعد ثورة يناير مباشرة إلى بولندا وصربيا وهولندا. وقام بتوضيد العلاقة بين أسماء محفوظ واليهود الألماني. يا ريت أسماء محفوظ تطلع تقول تكذب الكلام ده، لو هي بتقول لو الكلام ده مش سليم تطلع تكذبه علينا وتعمل مداخلة. لا هي أكيد مش هتقدر تكذب. لأن الكلام ده صحيح 100%. نعم. وقام بتوضيد العلاقة بين أسماء محفوظ واليهود الألماني بوسار بيسكي، وهو من المناصرين للقضايا اليهود في العالم، وعامل المخابرات الألمانية الشرقية المعروفة بستاسي. ظهرت أسماء محفوظ قبل 25 يناير وهي تدعو الناس إلى عدم النزول للتظاهر لأنه قد يحدث فوضى عارمة. وبعد نجاح ثورة 25 يناير ظهرت أسماء محفوظ وهي تسب الجيش ووصفتهم بالكلاب. فين التصوير؟ في فيديوهات يا شباب بالكلام ده؟ لا انا هجيب لك انا الوثيقه بتاعتها، هجيب لك انا الصور بتاعتها. وهي هجيب لك الفيديو بتاعها. وصفتهم بالكلاب ولقنتهم ولقد تم القبض عليها واخلي سبيلها في اقل من ساعه. تجهزوا الصور بتاع اسماء يا جماعه عشان الضيف يعلق عليها. واخلي سبيلها في اقل من ساعه. ولقد دافع عنها العديد من الاسماء مثل البرادعي وعصام العريان ووائل غنيم واحمد ماهر وعمرو حمزاوي وفيكتوريا المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه ومنظمه هيومان رايتس ووتش. دول اللي دافعوا عنها لما اتقبض عليها. اتقبض عليها قد ايه؟ اتقبض عليها بالظبط ساعه ونص. ساعه ونص. والاربعه دول والخمسه دول دافعوا عنها في الساعه ونص دول؟ في الساعه ونص دافعوا عنها على طول. هم كانوا جاهزين يعني؟ ده كتب تويته والتاني طلع كان في قناه تقريبا مع وائل البراشي. كله دافع عنها. يا ريت صور اسماء محفوظ. ان مهمه جدا الصور دي. دي مع سخروف اللي في النص. دي مع سخروف. وده الاب الروحي. ده فين الصوره دي؟ فين دي؟ وهي بتستلم الجائزه في بولندا. نعم. طب خش على الثانيه، الصوره الثانيه دي وهي بتتدرب. بص هي اسماء محفوظ اللي جنب الحاج الله. يا ريت تتعمل فيها صوره سهم عليها يا جماعه. اللي هي قدام ديت على اليمين. الحجاب بتاعها ظاهر اهو. دي مع بيسكي. في بولندا برضه ولا فين؟ لا ده في هولندا. هي بتروح دول كتير؟ سافرت اكتر من 25 دوله. 25 دوله حول العالم. دي في مظاهره في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه. في قول لي علامه القبض ويل ستريت. 6 ابريل دي. ويل ستريت علامه القبض. خليكم رافعين. لا يا جماعه خليكم شويه بس. خليكم رافعين. ايوه القبضه دي خليكم.
دي مظاهره كانت في ويل ستريت ودعوها ليها وراحت ثبت الجيش المصري. ثبت الجيش المصري في المظاهره دي. القبضه دي اول من اتخذها شعار هو مائير كهانه الذي يترأس المنظمه الصهيونيه وتسمى لجنه الدفاع اليهوديه. شعار لايه؟ شعار اللي هو انشأ لجنه الدفاع اليهوديه حول العالم كلها واتخذ القبضه شعار ليه. اول من اتخذ القبضه شعار ليه هو مائير كهانه. احنا عندنا صور ليها في القبضه لا موجود صور. طب اقلبوا الاول بعدين ما نتكلم على القبضه بعدين. موجود صور. طيب اقلبوا يا جماعه. ما عادش في صور ثانيه؟ طب انا عايز في عندكم صور للقبضه البدايه بتاعت مع الناس. لا في سؤال مهم قوي يا باشمهندس حمدي. ايوه. اللي هو ايه؟ مايكل نبيل كان طلع في برنامج من البرامج وانتقد المجلس العسكري انتقاد شديد اللهجه. وانا ضد مايكل نبيل وضد رؤيته خالص وضد فكره يعني. وخد فيها 3 سنين. اتحبس 3 سنين مع وقف التنفيذ. اسماء محفوظ في الفيديو وانا هجيب لك الفيديو ده ثبت الجيش المصري. قالت على طنطاوي الزفت ده. وصفت الجيش المصري بالكلاب. وخرجت بعد ساعة ونص. علامة استفهام كبيرة جدا. مفيش اهانة للجيش المصري، مفيش محاكمة لها. احنا شفنا طلعت السادات انه قال ان فيه بطء في الحرس الجمهوري في حماية رئيس السادات. سجنوه 2 سنين وديت شتمت الجيش وثبته وثبت قياداته ووصفت الجيش بالكلاب وطلعت بعد ساعة ونص. مدة حبس كويسة قوي يعني على فكرة وجديدة في نظام الحبس المصري اننا يبقى في واحد ياخد 1.5 ساعة وساعتين. لا اللي انا عاوز اعرف يا باشمهندس حمدي مين اقوى من الدولة بتاعتنا؟ يعني مين اقوى من الدولة بتاعتنا؟ احنا على فكرة اسماء محفوظ انا كنت طلعت معاه في حلقة مع الاستاذ معتز دمرداش والناس المواطنين كلهم عملوا مداخلات وهاجموها قوي وتعاطفوا معايا وكان كل هجوم عليها حتى يعني ناس بدأت تتطاول عليها بالالفاظ. اللي دعمها الوحيد كان احمد دومة. اتصل احمد دومة هو اللي قال لا دي غلبانة وانها مظلومة يعني ايه حكايه احمد دومه؟ في مدونه. جهزوا لي يا جماعه الفيديوهات بتاعت احمد دومه بعد اذنكم. في مدونه يا استاذ حمدي اللي جميله قوي. المهندس هيثم ابو خليل. المهندس هيثم ابو خليل ده قيادي اخواني في اسكندريه. طب اعرضوا الفيديو الاول. اتفضل. ده اعتراف احمد دومه عايز يحرقه بالذات بحرق المجمع العلمي. مجمع دلاله يعني فطبعا المجمع العلمي طبعا اكيد من المشاهد اللي اثرت فيا جدا خاصه ان انا كنت يعني من الناس اللي انتبهوا من اول ثانيه على خطوره حرق الاثار او سرقتها. وليه يعني ليه؟ فانا احمد دومه اعترف ان انا قمت بالقاء المولوتوف عليهم وانا اكرر ده مره ثانيه. هل بتقول دي مشكله كده او انت وزمايلك علمتوا الناس قيمه المجمع العلمي بحرقه؟ لا على قيمه الانسان والروح والدم. كده بتقول دي مشكله كده او انت وزمايلك علمتوا الناس قيمه المجمع العلمي بحرقه؟ لا ده حقيقي. ده حقيقي في كل الحاجات. وانت لو شفت ده انت لازم تجيبه وتمسكه. لا ما انا هقول لك اعتراف مهم على الهواء، اعتبر ده اعتراف لو كان ده مهم. انا احمد دومه اعترف ان انا كنت بمسك ازازات مولوتوف وبحدفها على ده لان كان في مجموعات من ضباط الجيش. على المجمع؟ لا مش على المجمع، على بالمناسبه الحرائق معظم المشاهد اللي جت كانت على الدور الارضي في مجلس الشعب. ده في بدايه احمد انا بتكلم عن المجمع. الصور اللي طلعت يا استاذ وائل كانت في مجلس الشعب لان وطالعين الفيديوهات بتاعت اطلاق الرصاص. حتى ما ترميش مولوتوف على مجلس الشعب. انا ما برميش على مجلس الشعب كمبنى، انا مش بالعته. ما هو امال المولوتوف هينزل فين؟ كمل يا استاذ وائل لو سمحت. هينزل فين؟ انا لا استهدف شويه حجاره او تاريخ او تراث، انا استهدف مجموعه من يرتدون زيا عسكريا من شيء من غير المنطقي خالص ان انا هقف اعمل لهم كده اقول لهم اتفضلوا اقتلوني اصل انتوا قاعدين في مبنى مقدس. لو هذا الشخص يطلق عليا وعلى الشباب الرصاص من مسجد انا بالتاكيد مش هقول دي حرمه مسجد. ده بلاغ للنائب العام على الهوا وانا هقدم بيه بالفيديوهات دي بلاغ ان شاء الله بكره او بعده للنائب العام عشان نشوف واحد بيعترف ان هو حرق المجمع العلمي والقى عليه البلوتوف وما بيتحاكمش.
يعني انا امبارح كنت في القفص وبتحاكم على حاجه بقول ما حصلتش مني، ولا حتى اللي حرقوا مقالات الاخوان قالوا يعرفوني. وعندنا يعني انا عايز اشوف راجل بيعترف ولا يحاكم، يعني ايه؟ مسخره سياسيه. يعني ايه؟ يعني ايه ان النهارده لحد دلوقتي احمد دومة الدنيا كلها تعلم ان هو ناشط سياسي، لكن والده من قيادات الاخوان المسلمين ووالدته من قيادات الاخوان المسلمين. والدته بتروح غزه لحد النهارده، والده الحاج سعد دومة وهو من قيادات الاخوان المسلمين البحيره. في البحيره. يا ريت لو في له صور في غزه توروها لنا كده، عرضوها لنا. ده ما سافر ايام القصف، ده سفر ايام القصف في غزه. ايام في غزه. في غزه. طب اقلب اللي بعدها، اقلبوا الصور اللي بعدها يا جماعه. ده هو شايل الرشاش اهو. طب نوضح الصوره شويه. ده هو شايل الرشاش شايل الرشاش. هو بيتمنظر، خلي بالك يا استاذ حمد. بيتمنظر يعني كلاشينكوف. ما هو ما عادش اسبوع، هو راح يتصور الصور دي ورجع تاني اسبوع يعني ما حضرش. وده هنا ده وهو في غرفه العمليات مع حماس. ادي اللاسلكي اهو، وادي الطبنجه جنبه. اللاسلكي وطبنجه. وضحوا الطبنجه شويه يا جماعه، هي جنب منه على ايدك اليمين كده. الصور مش واضحه قوي. طيب اوكي. طيب تمام. طب ايه؟ طب غير الطبنجه اللي هي اللي على اليمين. اللي على اليمين واللاسلكي واضحه، واللاسلكي على ايده الشمال. ايه اللي تاني؟ دول عضوين من حماس، بس مش عارف كيف اسمه بس دول اعضاء حماس، اعضاء غير معروفين يعني. اعضاء غير معروفين. هو بالكاب ده معروف. ايه اللي ده وهو اما سرق الواقي بتاع الامن المركزي في مصر في مظاهرات يناير. كان سارق الواقي بتاع الامن المركزي. فهو بيحب المنظره. هو بيحب المنظره جدا. انا بقى هقول لك يا استاذ حمدي، هقرا لك مدونه دي مدونه بيوصف لك المهندس هيثم خليل، بيوصف لك من هو احمد. مين هيثم خليل الاول؟ ده قيادي اخواني في اسكندريه، انشق عن الاخوان المسلمين. قيادي اخواني منشق عن الاخوان في اسكندريه. قال ايه بس عشان الوقت داهمنا، فقول لي الملخص بتاع الكلام. هو بيوصف احمد دوم، بيقول لك هو اخواني وراجل قيادي كان سعد دوم محافظه البحيره، حصل على دبلوم ودخل الجامعه المفتوحه نتيجه صفقه مبرمه بينه وبين عقيد في مديريه امن القاهره. يعني دخل الجامعه المفتوحه ومعاه دبلوم. الجامعه المفتوحه دبلوم صنايع. دبلوم صناعي. دخل الجامعه المفتوحه نتيجه صفقه مبرمه بينه وبين عقيد في مديريه امن القاهره. ايه هي الصفقه بقى؟ الارشاد عن زملائه في حركه شباب من اجل الحريه والعداله. بعدها سافر الى غزه عن طريق الانفاق، والتحق بكتائب حماس في احداث التحق بكتائب حماس في احداث 25 يناير. قام بحرق اول سياره امن مركزي، ثم قام بحرق المجمع العلمي، وقذف مولوتوف على الجنود واعترف بذلك مع وائل الابراشي. قام بتاسيس موقع الكتروني له تحت اسم شباب الثوره، ثم شن حمله ضد الجيش تحت شعار الجيش والشعب مش ايد واحده، دائم التعدي على ضباط وجنود الجيش والشرطه. قام باداء، ودي حاجه مهمه جدا يا استاذ حمدي، قام باداء دور بطوله المسلسل الهندي امام مكتب الارشاد. واحد اتضرب. فاكر انت طبعا العلقه اللي كانت واحد اتضرب ومشي وتعور، صح؟ اتعملت مليونيه لرد الاعتبار. كان هو فين؟ كانش موجود. كان بيتجوز. وفي معلومات مش دقيقه، يعني واحد كده قال لي في التليفون انه خد 50,000 جنيه في القلم اللي كاله ده. القلم اللي خده ده 50,000 جنيه. معلومه جات لي من واحد صديق ليا في الاخوان ونشق عنهم برضه. نعم. الملخص الكلام ده. ما انا بقول لك اهو معلومات غير دقيقه، بمعنى ايه؟ ان واحد كلمني في التليفون قال لي ده خد كذا كذا. الملخص بقى بتاع الباشمهندس هيثم ابو خليل، وده حاجه مهمه جدا. احمد دومة مريض نفسي ويحتاج لعلاج. عنده مشاكل كده. هيثم ابو خليل في مدونه. ارجعوا للمدونه بقى. نعم. عنده مشاكل انه عايز يصرخ ويقول انا اهو. وانا زعيم. انا موجود يا عالم. بدأها معاه هو مع المهندس هيثم خليل بعمليه الاختطاف الوهمي، ثم عمليه الاحتجاز الوهمي على بوابه الرسوم 2007، ثم الذهاب لغزه. بص بقى،
وتصوير نفسه بالسلاح والدخول من الأنفاق والعودة بعد أقل من أسبوع فقط. راح سافر غزة، الصور اللي احنا عرضناها دلوقتي، سافر غزة صور ورجع. تم الاعتداء على عساكر الأمن المركزي، وكان المهندس هيثم مخليل معاه. تم الاعتداء على عساكر الأمن المركزي وضابط شرطة بمنتهى القسوة بعد خروجه من السجن. يعني تخيل كده، أنا مسجون شو طلعان عيني جوه، خرجت من السجن في كمين، رحت جاي ضارب عساكر الأمن المركزي والضباط في نفس اليوم. ليه؟ بعد ما افرج عنه بعد 30 يونيو الكلام ده. لا مش بعد 30 يونيو، ده قبل ثوره يناير. نعم. وتم حبسه احتياطي لعده شهور. تم اعترافه على الهواء مباشره في برنامج الحقيقه مع وائل الابراشي انه هو من احرق المجمع العلمي. واخيرا بانه اصيب بسكين في وجهه، فاكر من قيمه حوالي 4-5 شهور كده. كان اتصل بالتليفون وقال واحد ضربني بسكينه في المظاهرات. طبعا ده طلع كله ايه كلام، ولا اتضرب بالسكينه ولا حاجه، هو يحب يعمل لنفسه شو عشان كله يتكلم عنه. بعدين هيثم ابو خليل بيسال بقى، بيقول لك كل ما اريده كشف نفسي على هذه العقليه، واتمنى ان، بيقول لك بقى الراجل واثق من نفسه جدا، بيقول لك اتمنى ان يكذبني دوما او اي احد، وان اضع اصابعي في عينه، وحتما سيتهرب مني ولم يرد على كلامي في هذا. انا هنحتاج نجيب ابو خليل في الحكايه دي. اتمنى يا استاذ. يا ريت. بيقول لك ايه بقى اللي عاوز يستوثق من كلامي ده، ان يتصل بكل من ابراهيم الزعفراني ده اخوان، اسلام الرفاعي اخوان، محمد عبد الجليل اخوان، عبد الرحمن فارس اخوان، عبد الجليل اللي هو رئيس موقع اخوان اونلاين. ايوه واحمد الجزاوي اللي هو محبوس في السعوديه. هو محبوس في السعوديه دلوقتي. قال بقى ده كله في 8/12/2012. وعلى فكره المهندس هيثم ابو خليل صديق شخصي لاحمد دومه. صديق شخصي لاحمد دومه. ولو يا ريت احمد دومه يتصل دلوقتي ويقول لك لا ما حصلش. هو للاسف الوقت انتهى، احنا بقالنا فاضلنا دقيقتين بس. احب القي الضوء على بسرعه كده. احب القي الضوء على داليا زياده. داليا زياده بسرعه بس. يا ريت. عضو حركه. مجموعه الصور بتاعتها موجوده يا جماعه بسرعه كده. داليا زياده عضو حركه 6 ابريل. صحفيه مغموره، كانت بتنشر مقالاتها على مدوناتها الخاصه، وفي احدى المدونات قام بمهاجمه الازهر لانه لم يستطيع منع النقاب في مصر. كانت الست عاوزه تمنع النقاب، يعني هي كانت عايزه الازهر يمنع النقاب في مصر، ورفض المحرم في الاسلام، وترك المراه تسافر وتتولى امرها بنفسها دون محرم. استعطفت الخارج في هذه المدونه، وسخطت على القانون المصري. الصور فين يا شباب اللي بتاعتها؟ وسخطت على القانون المصري وجزء من الشريعه الاسلاميه. لانهم يقيدون المراه، ولا بد من تحرير المراه حتى لو قالوا عليها قليله الادب. فهذا اختيارنا. هي بتقول لك بقى ده اختياري. فانا مع سفر المراه دون محرم، وهذا هو حلمي. هي كده بتخاطب خارج. لان الخارج كان عامل مسابقه. وهذا هو حلمي حتى لو لم يوافق ابي وامي، وارجو منكم ان تساعدوني. يعني تسافر بدون موافقه اهلها، ولو حتى راحت تعمل عمره تسافر بدون محرم اصلا كمان. ثم قامت الاداره الامريكيه بعد ذلك بتكريمها، وبالفعل حصل. الاداره الامريكيه كرمتها. طب يلا يا جماعه الصور يا ريت. الاداره الامريكيه اهي. داليا زياده هنا مع الوفد اليهودي، مع وفد من اليهود في مؤتمر الاديان بالمغرب. اللي لابسه داليا، اللي لابسه شرب احمر. شرب احمر وجينز، مش اللي لابسه، مش الثاني اللي هي في الوسط مع الوفد اليهودي. طب ايه اللي الثاني؟ دي الصوره دي مع اسمه ايه ده؟ جينز سخروف ده؟ لا مش سخروف. لا ده المرشد السياحي اليهودي رفائيل المالح. رفائيل المالح. برضه في مؤتمر الاديان بالمغرب. ده رفائيل المالح. ده في مؤتمر الاديان بالمغرب. ودي مع بيل كلينتون اهو. بيل كلينتون. في صورة تانية؟ خدت بقى جوائز ايه بقى سريعا في دقيقة. في دقيقة كده بسرعة. تم تكريمها وفعلا حصل على جائزة أنا ليندا للإعلام الأورو المتوسطي لعام 2010 عن فئة الصحافة الإلكترونية عن هذا المقال اللي غلطت فيه في الأزهر والإسلام. ثم قامت الطائفة البهائية. المقال اللي هي شتمت فيه الأزهر والإسلام خدت فيه جائزة. ثم قامت الطائفة البهائية
البهائية البهائيين في بتكريمها لأنها دافعت عن حقوق البهائيين في مصر. ثم نظمت السفارة الأمريكية عدة ندوات بالتعاون مع جمعية الصداقة الأمريكية، ثم سافرت إلى المغرب لحضور المؤتمر الأدياني اللي فيه الصور اللي هي بتحضن الأخ المالح ده. الأخ المالح. وقامت المرشد السياحي اليهودي اللي هو رفائيل المالح بتجنيدها لعدة منظمات تحت رعاية أمريكية مثلها مثل ناشطات 6 إبريل. بشكرك أستاذ نادر عزت المتحدث الرسمي باسم جبهة إرادة شعب مصر. أنا بشكرك جدا. ويا ريت إن شاء الله تجيب المهندس هيثم خليل ونعمل حلقة تانية مع المساندات الجديدة اللي أنت هتجيبها إن شاء الله. بشكركم أعزائي المشاهدين. حفظ الله الوطن وحفظ مصر، حفظ جيشنا العظيم. بأكد تاني يا ريت ما حدش ينزل محمد محمود، مش هنروح عشان نقول حقوق الشهداء 51، نخلي الشهداء 151. حرام، نحافظ على أرواحنا، ما نديش فرصة لجماعة الإخوان المجرمين في هذا الشأن. شكرا أستاذ نادر. شكرا يا أستاذ.